هنتكلم النهارده عن ثالث محل في حاره اليهود، ومن اهم المحلات اللي فتحت جديد في النشاط ده. منتجات عندهم كويسه واسعارها كويسه زي ما انتم شايفين. اسم الشركه الاول او اسم المحل شركه الفهد بجوار ابو ياسر بتاع المكرونه في حاره اليهود. شركه الفهد بجوار ابو ياسر بتاع المكرونه اللي في حاره اليهود. كده جبت لكم العنوان، هجيب لكم اهم اصناف عنده واسعارها، وكل محل عنده بتاع 100 صنف 1000 صنف. انا بنقي في كل محل على حسب خبرتي اهم 5 6 اصناف، واللي بلاقيه عنده تاني هنزله تاني. ايه المانع؟ يعني نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. الشوكه المشبك دي، الشوكه زي ما انتم شايفين الشكل الروعه ده. الدسته عامله 36 جنيه 36 جنيه. وده شكل تاني برضو ب 36 جنيه، الواحده واقفه ب 3 جنيه. يعني في مجال باذن الله المكسب فيها. نيجي بالنسبه للحلق اللي هو زي كده الجامايكا، بس هو مش جامايكا، وبيبقى ترتر زي ما انتم شايفين كده. ده بيتباع عنده ب 75 جنيه الدسته، موجود في اي حته بره ب 84 جنيه، هو عنده ب 75 جنيه. شايفين الحلانه عامله ازاي؟ شايفين؟ ده ب 75 جنيه عند شركه الفهد اللي بجوار ابو ياسر بتاع المكرونه في حاره اليهود. شركه الفهد عنده التوك المشبك دي الصغيره بتاعت البنات اللي عليها اشكال وطالعه موضه في اي حته. الدسته ب 144، عنده هو ب 135، عنده ب 135 اشكال والوان مختلفه. عنده الدبابيس اللي زي كده رغم ان هي ب 84 وبره ب 80، بس الدبوس بتاعه نضيف وعدد اكتر. نركز في النقطه دي. الستات بتبص على الدبابيس وبتشوف شكلها. عنده الدبابيس اكتر وحاجه نضيفه. شركه الفهد من الشركات اللي فاتحه جديد في حاره اليهود في النشاط ده بجوار ابو ياسر بتاع المكرونه. انا جبت لكم اهم حاجات عنده، ولو في حاجه تانية نزلت هجيبها لكم. وده ثالث محل هجيبه لكم في حاره اليهود، واجيب لكم اسرار الحاجات المهمه في المنتجات بتاعته والرخيصه باذن الله. برجاء عمل لايك اذا كنت فدتكم باي حاجه، والسلام عليكم ورحمه الله.